آنسة قاف التي أعشقها. الحقيقة لست وحدي من يعشقها، بل يهيم بها عشقا ملايين حول العالم. لأجل هذا تحرف القاف رتبت القصائد وكتبت الأشعار. أنثى من نوع مختلف تتربع ملكة على عرش مملكة المشروبات بأكملها، كما تريدها تجدها، وأكثر، ساخنة كلهيب الشوق أم باردة كرقائق الثلج. تلك الجميلة ذات حرف القاف، ومن لا يعرفها إنها القهوة، وليدة شجرة البن في ضحايا أراضي إثيوبيا الإفريقية، ومن ثم انتشرت إلى شتى بقاع الأرض. زيادة على رائحتها ومذاقها، فإن القهوة غنية بعناصر غذائية كفيتامين B2 و3 والمغنيسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز وحمض الفوليك ومضادات الأكسدة، وحدث ولا حرج عن عنصر الكافيين. ويعتبر الحد الآمن من شرب القهوة يومياً حوالي 400 ملي، أي 3 أو 4 أكواب. ولكن ما علاقة القهوة بمستوى سكر الدم؟ هل تسبب ارتفاعاً أو انخفاضاً أم ليس لها؟ أكدت الدراسات هناك علاقة وطيدة بين تناول القهوة وتقليل نسبة السكر في الدم، وتقليل ظهور مرض السكر النوع الثاني، خصيصاً بنسبة 6% لكل كوب من القهوة في اليوم. ولكن وجب التنويه، إنني أتحدث عن القهوة غير المضاف إليها السكر. والقهوة أيضاً تقلل من معدل الإصابة بالاكتئاب، فهناك دراسة قامت بها جامعة هارفارد على مجموعة من النساء، وكانت نتيجة التجربة أن النساء اللواتي يشربن حوالي 4 أكواب يومياً من القهوة أقل عرضة للإصابة بمرض الاكتئاب بنسبة 20%. وتلك الفاتنة تباعد بينك وبين أمراض مثل الزهايمر والشلل الرعاش، لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تحافظ على الأعصاب وتقلل من معدل تكوين حصى المرارة والكلى، ولها تأثير مضاد للإصابة بالأمراض السرطانية مثل سرطان القولون والبروستاتا والجلد وسرطان الكبد وأمراض الكبد بشكل عام. أزيدك من الشعر بيتاً أن هناك أبحاث تقول أن القهوة تقلل من أسباب الموت، وبالتالي حياة أطول. كل ذلك في كوب صغير تحمله بين يديك. أما زلت تتعجب لما هي معشوقة الملايين؟